يا عمي انا لما جيت مع ابويا نطلب ايد بنتك ابتسال دخلنا البيت بالاصول، صح ولا انا غلطان؟ مظبوط يا ابني والله، بس استنى بس يا عمي، ولما حضرتك قلت لنا موافق قلنا طلباتكم ايه وبرضه بالاصول، مظبوط بالظبط. اللي حصل بقى ان ولما اتفقنا على كل حاجه عملنا شبكه بالاصول وخطوبه بالاصول وجبت لبنتك ايفون بالقسط وبرضه بالاصول. ماشي، كتر خيرك يا ابن الاصول والله، بس ايه بقى القايمه اللي عايز نمضي عليها دي؟ هي دي الاصول؟ يا ابني كل حاجه غليت بعد الحرب. حرب ايه؟ هو انتوا عايشين في مضيق هرمز؟ وهتيجي على ابتسال يعني؟ يا عمي حرام عليك، ده انا شاري 12 مساكه عشان لو واحده ضاعت التانيه تسد. ايه معالق مقاومه للنميمه دي؟ هي المعلقه هتعرف حماتي بتقول ايه في المطبخ؟ انت كده مش بتحب ابتسال. انا خايف المره الجايه تطلب مني رادار فوق التلاجة عشان يرصد لو ابتسال كانت حته بسبوسه ولا حاجه من ورايا. والله اللي مش عاجبه يشد في حواجبه. يا عم الجواز موده ورحمه. المودة والرحمة دول سوفت وير، انما القايمة هي الهارد وير. انت عايز تشغل الهارد وتسيب السوفت. واضح ان البيت عندك بيتبني من خشب ونسينا الانسان. حلوة الجملة دي، اكتبها بقى في ظهر القايمة عشان تبقى تبديد مع سبق الارصاد